عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا بعتذر جدا 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 عن انقطاعي الفترة اللي فاتت دي عن انا انزل فيديوهات. بس كان في ظروف كده وكان مفيش وقت خالص ان انا اصور وانزل فيديوهات معاكم. وطبعا انا بحب ان انا انزل فيديوهات بافكار جديدة وحاجات جديدة تستفيدوا منها. وما نعملش افكار متكررة على اي قنوات تانية. معاكم أمنية يحيى. يا ريت اللي مشترك في القناة يعمل شير ولايك للفيديو علشان القناة بتاعتنا تكبر بيكو، واللي لسه مش مشترك يا ريت يشترك ويفعل زرار الجرس علشان يوصلوا كل جديد مننا والقناة بتاعتنا تكبر بيكو. النهاردة بقى هنعمل فكرة جديدة، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، وبمناسبة كمان عيد الأم إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي بإذن الله. هنعمل كده فكرة بسيطة وممكن تقدميها هدية جميلة لعيد الأم. وبأدوات وإمكانيات بسيطة جدا، ومش هتبقى مكلفة ليكي في الغلو اللي احنا بقينا فيه دوت. طيب معانا ايه بقى؟ ونخش في الفيديو بتاعنا على طول. انا هستخدم النهارده الرابر اللي هو الرابر الميه ده باللون دوت. هو اللون ده لون اللي هو اللون المنت. تمام. لون منت كده شفاف. تمام. وهستخدم بقى اللي هو الفراشه اللي فيها الاستراس دي. شايفين تحفه ازاي؟ حلوه قوي. فيها ستراس كده لونه ذهبي، وهي لونها برضو منت كده من جوه. وهستخدم سلسلة معايا ألومنيوم لونها برضو ذهبي. تمام. هستخدم خرز الكريستال اللي هو المقاس الصغير دوت. ده مقاس 2، وفي أصغر منه بس أنا هستخدم اللي هو مقاس 2 ده. وهستخدم طبعا معايا قفل دوت، قفل ستانلس مش بيغير لون. ومعايا المسامير مقطرة. تمام. ومعايا طبعا الستوبر علشان هقفل بيه. خلاص. برضو لونه ذهبي. ومعايا كده كام واحدة من الزرد اللي لونه ذهبي. خلاص. هشوف كده هنستخدمهم وهنقفل بيهم ايه. وطبعا معايا بقى الواير الذهبي النهارده، ما دام احنا شغالين في ذهبي يبقى هيبقى معانا الواير الذهبي. لو ما عندكيش واير ذهبي استخدمي، مش هقولك السيلفر، لا استخدمي خيط السناره الشفاف، هيبقى حلو جدا في الشغل. انا كنت هشتغل بخيط السناره الشفاف، وبعد كده افتكرت ان انا عندي واير ذهبي فهشتغل بيه. طبعا اول حاجة انا هعملها، انا طبعا معايا المتر بتاعي. تمام. المتر ده مهم جدا ان انا بنقيس بيه، او المسطرة او whatever. الانسيال بتاعي احنا دايما بنعمله 18 سنتي. يعني الانسيال اهو، بصوا احنا هنحط كده مثلا انا بفضل بقى المتر علشان كده بروح حاطة كده قايسة اهو هنا كده اهي. خلاص. وهروح قافلة بالمنظر ده كده اهي. بصوا شايفين اهو 18 سنتي. 18 سنتي جاية عند ال 18 القفلة بتاعة المزورة بتاعتي 18 سنتي. فأنا هعمله 18 سنتي وهعمل فيه سنة تطويل. تمام. طيب أول حاجة كده أنا هشوف السلسلة بتاعتي دي أنا هستخدمها بقية الأنسيال، وفي نفس الوقت يبقى نازل منها جزء كده تطويل. هنشوفها كده مع بعض كام سنتي. هفردها كده. الحقيقة دي كانت بواقي سلسلة عندي ألمنيوم كنت اشتغلت بيها شغل، وده اللي باقي عندي اهو كده. دي 12 ونص سنتي. تمام. طيب 12 ونص سنتي. خلاص. بصوا بقى انا بحسب الشغل ازاي. ودي كده انا هاخدها من هنا لهنا كده اهي. دي حوالي 2.5 سنتي. طيب 2.5 و13 ونص سنتي يبقى كام؟ هيبقى 16 سنتي. يبقى ناقص كام على ال 18؟ 2 سنتي. لا، انا هبقى عايزة هنا هعمل الرابر بتاعي ده 5 سنتي. تمام. وهعمله 5 سنتي، وهعمل هنا برضو 5 سنتي، فهيبقى كام؟ 10 سنتي. تمام. هيبقى ناقص 8 سنتي. وهنقول هنا هو ده، هنقول دي 3 سنتي
يبقى 13 سنتي، يبقى ناقص 5 سنتي. طيب يبقى هنا هعمل ايه؟ هعمل هنا بقى بدل ما هعملها 5 هعملها 7.5 سنتي. تمام. طيب انا هعمل ايه بقى في الرابر ده؟ هلضمه كده. هلضم ازاي بقى 7.5 سنتي بتوعي؟ اول حاجه كده انا همسك اهو الواير بتاعي زي ما انتوا شايفين كده انا ماسكاه. تمام. هبتدي ازاي بقى؟ هحط خرزه كده من اللي هو الخرز الكريستال بتاعي كده جوه الواير ده. طبعا نخلي بالنا عشان هو فتحته صغيره جدا اهو. بصوا خرزه كده، وهاخد حبه من الرابر بتاعي، حبه كده كويسين يعني. تمام اهو بالمنظر ده كده زي ما احنا شايفين. وبعد كده هحط واحده تانية خرزايه. انا هعمل الخرز الكريستال ده كأنه فواصل. بصوا كأنه فواصل. هاخد برضو حبة كده 2 4 6. هعدها كده هي كام انا خدت قد ايه عشان انا عايزة يبقوا قد بعض بالظبط. 2 4 6 8 9. يبقى برضو هناخد كده 9 وحدات من هنا. ادي 2 4 6 8 9. هو اصلا انت لو خدتيها كده بالويم هتلاقي نفسك ان انت خدتي يعني ايه البتاع على طول الحجم بالظبط بالعين كده هتاخديها. لكن انا عشان احنا عاملين الفيديو ده للمبتدئين وكمان اللي لسه بياخدوا مننا افكار، فبقولك عدي عشان يبقى شغلك جاي مظبوط. بصوا شايفين الفاصل هيبقى عامل شكله هيبقى حلو جدا وشيك جدا. تمام اهو كده ده اهو. هكمل بقى هعمل برضو تاني. هاخد كده برضو حوالي 9 من الرابر تاني. ادي 2 4 2 4 6 8 9 اهو. بصوا انا الحقيقة بحب شغلي يطلع مظبوط. يعني هتقولوا لي مثلا ده هتاخدي وقت في الشغل، مش مشكلة، بس هياخد وقت، ممكن هياخد 2 3 في الشغل زيادة، بس هيطلع شغلي مظبوط كله نفس المقاسات وكله نفس الحاجة. ده بيفرق جدا يا جماعة والله في الشغل. ثانية واحدة كده بس اظبط الواير بتاعي دوت علشان خاطر ما يضايقنيش. احنا مفروض ان احنا بناخد الجزء اللي احنا عايزينه والباقي ده كده بنمسكه هنا كده اهو علشان خاطر ما يطلعش ويفك منك. برضو ده هنا كده كتير، هاخد كده برضو هروح لفاها كده تاني اهو وهروح ايه كده بس كده. تمام اهو هما كده. هروح عاملة برضو تاني اهو 2 4 6 8 9. خلاص اهو كده. واروح بصوا انا بشيله كله مع بعض كده علشان اسهل الدخول على طول اهو كده. وهحط برضو خرزاية كده. احنا قلنا هنعمل ده كام سنتي؟ احنا عايزين 18 سنتي الانسيال بتاعنا. هنقسمه هنقول هنعمل دوت مثلا 8 سنتي والانسيال التاني 8 سنتي. خلاص هلضم كده لحد 8 سنتي وارجع له. بصوا انا اهو عملت كده حوالي بقت 8.5 سنتي. تمام يعني داخله على 9 سنتي اللي انا عايزاه. اهي اتعمل لي بالظبط 5 وحدات كده، وما بينهم هنا خرزه وهنا خرزه ووسطهم خرزه. تمام. هعمل ايه بقى؟ طيب انا دلوقتي هجيب اللي هو كفر الستوبر. تمام وهروح مدخلاه كده، وهجيب الدلاية دي اللي هتبقى في النص وهروح مدخلاها جوه كفر الستوبر كده اهو. وهروح بقى ايه مرجعاها تاني. بس انا بقى المرة دي هحط كفرين لان انا بحب جدا ان انا شغلي يبقى متقفل حلو جدا. تمام اهو حطيت كفرين ستوبر. هجيب بقى دي كده اهي هدخلها هنا. هوريكم بقى ايه لو انتي ما عندكيش كفر ستوبر تقفلي ازاي اهو كده بالمنظر ده.
وهروح اعمل زي حلقة كده خلاص، وهروح مدخلة الاتنين ستوبر في الحلقة دي اهو بالمنظر ده. طبعا بالراحة كده الأولانية وبعد كده التانية. تمام اهو. وهشد كويس جدا على ايه، على الدلاية بتاعتي اهو بالمنظر ده كده. بصوا بشدها حلوة قوي اهو كده خلاص. وهجيب بقى الزرادية بتاعتي وهروح قافلة على الاتنين مرة واحدة اهو زي ما احنا شايفين، قافلة على الاتنين مرة واحدة. الزيادة ده هعمل فيه ايه؟ الزيادة دوت انا هقصه خلاص، انا مش محتاجاه اصلا. تمام انا قصيته اهو، الزيادة قصيته. هجيب بقى ده كده اهو واروح ايه مدخله موقفه هنا كده. بس طبعا هنا في حته صغنططه كده اروح مدخلاها جوه الخرزه دي اهو زي ما احنا كده شايفين. بصوا اهو. هنا بقى هعمل ايه؟ هسيب كده حوالي كمثلا 3-4 سنتي اهو علشان هقفل من الجنب ده. طب هقفل من الجنب ده ازاي بقى؟ على طول هقفل، هجيب برضو 2 كفر ستوبر معايا اهو، ادي 1 خلاص وادي التاني. تمام اهو. اعذروني ان ده طبعا رفيع قوي، فمع الاضاءة مش بشوفه الحقيقة كويس اهمت كده. وهروح جايبة بقى القفل بتاعي على طول. انا القفل هحطه من الناحية دي، القفل بتاعي على طول، وهروح مدخلاه اهو في الواير بتاعي اهو من الجنب ده. وهروح هرجع تاني فين؟ هرجع تاني بقى بالحلقة بتاعتي كده هنا كده. هقعد بقى ايه اشدها كده كويس علشان تقفل معايا كويس اهو. همسك كده بصوا اهو بشدها بالمنظر ده اهي، وعملت معايا حلقة اهي صغيرة. وهنا اهو بصوا ماشية معايا حلوة قوي. هروح عاملاها كده خلاص. وهمسك برضو الاتنين مع بعض وهروح ايه قافلاها كده كويس جدا. تمام. وبعد كده الزيادة دي خالص هنضف شغلي حلو قوي. هروح عند الطرف خالص اروح ايه شايلة الزيادة. بصوا اهو ده كده اول جزء من الانسيال بتاعي. عايزاه تكمليه كده بنفس الطريقه هيبقى شيك جدا وحلو قوي. لا انا حابه بقى اعمل له ايه حبه كده افكار بقى. عيد الام يا جماعه، عيد الام. هجيب بقى هنا السلسله بتاعتي دي خلاص، والسلسله بتاعتي دي بتتفتح، يعني انا مش هبقى محتاجه زرد. تمام. الحقيقه انا الزرد اللي معايا هو زرد عادي لونه جولد عادي، فممكن يغير لون. طب لا انا عايزه بقى استخدم السلسله اللي هي الالومنيوم اللي معايا دي. تمام. على طول هشوفها كده هينفع تدخل في هينفع تدخل في اللي هو في الفراشه بتاعتي ولا لا. هفتحها كده اهي. بصوا اهي الحلقه اهي اتفتحت. طيب هدخل اول حلقه هنا كده اهي دخلت بس. وهروح بقى مدخله ايه الجزء التاني بتاع السلسله بتاعتها اصلا، اروح مدخلاها وهروح بقى ايه قافلاها كويس جدا. ولو عندك امير نقطه امير كده تحطيها على ده علشان ما تضعفش البتاع وما تتفتحش تاني. تمام اهو. بصوا كده الانسيال بتاعي اهو جميل جدا وحلو قوي. ممكن تنهيه على كده على الشكل ده هيبقى حلو قوي، وممكن لا. طبعا انا هاخد كده المقاس بتاعي انا عايزاه 18 سنتي يعني لحد هنا، والجزء دوت هيبقى اللي هو سلسلة التطويل.
طيب هنا كده، فانا كده هنهي الشغل بتاعي هنا كده. هاجي مثلا عند دي كده اهي، وهحط ايه، وهقفل القفل بتاعي كده. هو كده الانسيال بتاعي مفروض كده. طيب انت هتخليه كده؟ لا انا مش هخليه كده، انا لسه هشتغل فيه تاني. طيب هتعملي ايه بقى لما هتشتغلي فيه تاني؟ هقول لكم بقى. هنا طبعا ديت السلسله دي هتبقى طويله جدا، خلاص، فانا هقص منها حته اللي انا بتاعت بقى ايه سلسله التطويل. بصوا بقى انا هعملها ازاي علشان ما يحصلش لخفنه للي هيجي يلبس الانسيال او حاجه. هي كده لحد هنا كده 18، اما هنزود 5 سنتي، ادي 1 2 3 4 5، هيبقى لحد 23 سنتي. فهتفضل هما ايه الاتنين دول، فهم عادي ملهمش ايه، ملهمش عايز. انا هفرد كده ده خلاص. وهعمل ايه بقى اهو، بصوا انا كده اهو لحد ال 18 دي انا هشتغل شغلي عادي اللي انا عايزه اعمله، اللي هو ايه، انا هجيب كده اهو المسامير المقطره بتاعتي ووحده خرزه، تمام، هتنيها كده، هقص كده الزياده. احنا بنسيب حوالي نص ملي عشان نقفل المسمار خلاص. وهروح ايه قافله كده المسمار. هاجي بقى هنا عند ال 18 سنتي بالظبط، وهروح ايه حاطه المسمار بتاعي وهروح اقفله كده بالمنظر ده. طبعا انا هخلي بالي ان الشغل بتاعي كله يبقى ناحية واحدة، يعني اهو كده هفرد كده بقى ويبقى كل الشغل بتاعي ناحية واحدة اهي دي كده. طيب بعدين هعمل ايه، واحدة اهيت كده، هجيب برضو المسمار المقطر وهحط واحدة. بصوا بقى هنا بقى اعملي اللي انت عايزاه، يعني حطي دلايات، هتسيبيها السلسلة زي ما هي تمام. ياخد كده يعني ايه 2 من الرابر بتاعي اهو. انا بحب انا كده ايه الشغل ده كده، يعني بحس ان هو كده بيبقى اشيك واحلى. خلاص وهتنيها كده، وهاجي بقى هنا كده اهو وهروح لفاه. هاجي بقى بعديها كده، بصوا انا فردة اهو السلسلة بتاعتي اهي مفرودة. هاجي بقى بعد اللي انا حطيتها هنا دي، انا مش فارقة معايا تبقى فوق ولا تحت ولا فين، انا هبقى اهو كده. هاجي هنا كده خلاص، ودي اللي معمولة 1 2 3 4، في الرابعة دي هروح حاطة الايه المسمار بتاعي وهروح لفاه كويس قوي كده، قافلاه علشان ما يتفكش مني. خلاص اهو كده بالمنظر ده، واروح ايه عاملاها كده. بصوا شكلها حلو جدا، شكلها شيك قوي. طيب هعمل ايه، هروح برضو ماسكه واحده تانية وحاطه خرز. طب انت ما بتحطيش الرابر من تحت ليه؟ لو حطيت الرابر من تحت هيقع، لان الرابر واسع. هاخد برضو 2، فالخرزه هي اللي موقفاه، ومن فوق التانية هي اللي بتوقفه. خلاص اهو كده، واهو برضو هيجي من هنا كده اهو وهروح لفاه كده. خلاص هعمل ايه برضو 4. بصوا اهو برضو همشي 4، 1 2 3 4، في الرابعة هروح حاطة فيها واحدة اهي وهروح قافلاه. شايفين الموضوع يا جماعة سهل جدا. بصوا بقى ما هاجي اقفلها كده، اقفلها بدي كده اهي. بصوا 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 الجمال كده. هيبقى برضو هنجيب برضو واحدة تانية
انا بشتغل، معلش لو الفيديو طول معانا شويه، بس انا بشتغل كل التفاصيل بحب اقولها لكم، علشان لو حاجه مثلا وقفت معايا، حاجه اتعملت بقول لكم عليها عشان نقدر ان احنا نتفاداها. تمام، ده حقكم عليا ان انا اقول لكم كل التفاصيل، ما دام احنا عاملين فيديوهات تعليم ان انت ازاي تشتغلي وتعملي اكسسوارات وتعملي مشروع من البيت اهو. عشان لو اي حاجه قابلتني انا ما بحبش اوقف الفيديو الحقيقه، احلها معاكم برضو اهو. همشي بقى كده برضو 4، 1 2 3 4 اهي. بصوا، وهروح ايه حطاها هنا كده. هي كده خلاص وصلت للايه، للاخرانيه اللي احنا عاملينها. تمام اهو. بصوا، بصوا المنظر شيك قوي 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 قوي. طب انتي الاخرانيه دي لا، انا هسيبها كده. هعمل واحده تانية بقى، عشان انا بحب دايما انهي الشغل بتاعي، السلسله بتاعتي او اي حاجه من ورا، احب انهيها بالخرز اللي انا بعملها. ما بحبش اسيبها فاضيه كده. اما بسيبها فاضيه كده بحس ان هي شكلها مش حلو يعني، تبقى نازله كده على الايد بتاعت العميله كده فاضيه. لا لا لا، ما بتبقاش شكلها حلو وشيك. خلاص، على اخر بقى ايه، اخر واحده كده اهي، وهروح لفاها كده. خلاص قفلتها كده. بصوا، بصوا بقى منظر الانسيال حلو قوي اهو. هلبسه لكم كده. بصوا، نحاول كده ان احنا نقفله. بصوا بقى شكل الانسيال، بصوا شكله حلو جدا. بصوا زي ما احنا شايفين كده، شيك قوي وحلو قوي وبسيط جدا. بصوا مفهوش اي حاجه. انت عايزاه تعمليه من الطرفين بنفس دي عادي. انا حسيت ان دي فكره جديده كده معايا خلاص، وانا حاسه ان هي دي عايزه ازود لها واحده هنا كده جنب دي عشان تدي منظر حلو قوي، فهزودها معاكم اهو. حسيت ان ايه، ان لا هو دي عايزه واحده تزيد تاني هنا عشان تدي المنظر الحلو قوي، ما تبقاش الجزء ده كله فاضي كده. فبرضو هعملها اهو معاكم. بصوا عشان اوريكم ان الموضوع يا جماعه سهل وتكلفته بسيطه. طبعا انت عايزه تعمليه كله دهب صيني تمام، عايزه تعمليه حتى لون تاني باللون اللي هو اللون السيلفر بتاعنا تمام. كل ده براحتك انت، التكلفه اللي انت عايزاها. هروح حطها فين بقى دي كده اهي. بصوا هقلبها كده برضو، هروح حطها بقى ايه هنا كده في تاني خرزة على طول كده، وهروح مأكدة عليها ان انا قافلاها ايه كده كويس. تمام. بصوا المنظر ده كده يا جماعة حلو قوي. بصوا بقى لما ايه حطيناها بقى كده، بصوا ما هتقفليها هيبقى منظرها ايه، هيبقى منظرها حلو جدا. ومن تحت دي بتبقى متسابة. هقفله كده وهقول لكم هيبقى شكله عامل ازاي. ميس بقى الانسيال ده انت عايزه تطولي ده تعمليها تسيبيها كده يعني. انا بصوا قفلته قريب جدا من ده. بصوا اهو كده بالمنظر ده كده. بصوا منظره شيك جدا وحلو قوي وبسيط، حاجه بسيطه وحاجه رقيقه جدا ملبوسه في الايد اهو بالمنظر ده كده. بصوا ايه رايكم بقى؟ يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، وتكون ورشه النهارده عجبتكم من الانسيال الرقيق دوت بتاع عيد الام. واكون قدمت لكم فكره جديده وحاجه جديده مع بعض. واستنوا فيديوهاتنا اللي جايه ان شاء الله باذن الله، هنقدم لكم افكار كتير جديده جدا. يا ريت ما ننساش اللايك والشير للفيديو علشان القناه بتاعتنا تكبر بيكم ونوصل لاكبر عدد من الناس. واللي لسه مش مشترك معانا في القناه يا ريت يشترك ويفعل زرار الجرس علشان يوصلوا كل جديد. كانت معاكم أمنية يحيى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.